سعيدة بهذا الحدث الكبير، وجود مباراة كبيرة بهذا الحجم لنادي طبعا أولمبيك أسفي، وهذا ما حدث طبعا ونذكركم بها مشاهدينا الأعزاء. هذا ما حدث قبل لحظات فقط من انطلاق هذه المباراة. اقتحم بعض الجماهير إلى أرض الملعب طبعا، ولذلك الحكم لم يستطيع بدء المباراة إلا بعد إخراج طبعا هذه الجماهير، ومسؤول الكاف طبعا هم من اخرجوا لاعبي اتحاد العاصمه الى غرفات الملابس حتى لا يتم اي اشتباكات. وطبعا ان شاء الله ننتظر ضربه البدايه بعد القرار من مسؤولي الكاف ومسؤول الامن المعين من الكاف لهذه المباراه، عندما يعطي الاذن لهؤلاء الاعضاء ولحكم المباراه لطبعا بدء المباراه التي ننتظر ان تنطلق ان شاء الله بعد لحظات. مباراه اياب الدور نصف النهائي لبطوله كاس الاتحاد الافريقي. هذه طبعا اللقطة التي كانت في بداية المباراة، وقبل صافرة البداية بلحظات اندفعت بعض الجماهير إلى أرض الملعب، وتم طبعا أو إيقاف، لا نقول إيقاف، عدم بدء أو نبدأ المباراة على خير. هذه المباراة نذكر مرة أخرى مشاهدينا أنها مباراة العودة، مباراة الإياب للدور نصف النهائي. مباراة الذهاب انتهت هناك في ملعب 5 جويليا بالعاصمة الجزائر بالتعادل السلبي بين الفريقين. طبعا فريق اتحاد العاصمة وصل إلى هذا الدور بعد طبعا أن تصدر مجموعته، ثم تخطى في دور الثمانية الفريق الكونغولي من ياما، ثم طبعا وصل إلى هذا الدور، الدور النصف النهائي. طبعا معه مدرب ثالث حتى الآن. بداية الموسم كان مع عبد الحق بن شيخة، ثم بعد ذلك حاج عدلان الذي كان أصلا إداريا ثم أصبح مديرا فنيا، والآن مع لامين نضاي. نفس السيناريو تقريبا لفريق أولمبيك أسفي الذي بدأ البطولة بالمدرب زكريا عبوب، ثم بعد ذلك تم تعيين شكري الخطوي. سبحان الله، سيناريو مكرر بين الفريقين وسيناريو متشابه تماما بين الفريقين. الاختلاف الوحيد أن اتحاد العاصمة بطل سابق في عام 2023 وهو له خبرات كبيرة أكثر من أولمبيك أسفي الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه في البطولات الإفريقية ويصل إلى هذا الدور. لقطات حية من ملعب المباراة، ملعب المسيرة الخضراء. الهدوء يخيم على ملعب اللقاء وعلى طبعا المدرجات. ننتظر فقط انطلاقة المباراة وضربة البداية بعد قرار المسؤول الآن